السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة الكحك بالسكر اديها لكم جميلة جدا، تعود عليكم الايام بخير. بص انا عاملاها على البارد منتهى الجمال والروعة. عاملة بص المكونات، عايزين كيس سكر بودرة ونص كيلو دقيق. هنجرب الاول وبعدين نعمل على كمية الكيلو. ماشي، عايزه اقول لكم والله بجد روعة روعة جدا جدا. استخدمت نص كيلو دقيق، يعني 3 كوبايات ونص. وبعد كده نزلت 3 معالق سكر بودرة، معلقة ونص سكر بودرة، معلقة ونص سكر بودرة. بص نص كيلو دقيق ونص هنخله عشان اطلع منه الهواء، ومعلقة ونص بس. بص ونص نص بس. ماشي، ومعلقتين لبن بودرة، معلقتين بس. هو اصلا الباكو معلقتين، يعني هو الباكو معلقتين. ماشي، لان ده مش هنستخدم له لبن ولا خميره، لا لبن سائب ولا خميره. دي ريحه الكحك خدت منها نص معلقه. عايزه اقول لكم والله روعه 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 روعه. حطيت 3 معالق، لا معلقتين سمسم. عايزه اقول لكم عايزين تحطوا 3 معالق حطوا السمسم، انا بحب السمسم يعني في الكحك. وبعد كده خدت 350 جرام، يعني اقل من نص كيلو. خدت السمنه دي. انا عايزه اقول لكم والله يمكن اقل من يعني خدت 300 جرام كمان. يعني هو الطبق اللي قدامكم ده بس، اللي هو بحراره الغرفه طبعا الزبده. ماشي، انا ما بوزنش، انا المعايير زي اللي انتوا شفتوها قدامكم كده. الطبق دوت، البوله دي هي كانت مليانه زبده قطع، وطلعتها قبلها بساعه من الفريزر، من التلاجة. عايزه اقول لكم بجد والله والله روعه، مش هتندموا لو عملتوها. ماشي، شويه ملح، يعني بطرف ايديكي كده الملح بس. وبعد بقى ابسه، هحط هنا معلقه صغيره بيكنج باودر. ماشي، معلقه صغيره شايفينها بس كده. يبقى انا كده حطيت حطيت 3 كيلو ونص دقيق، وحطيت معلقه ونص سكر، ونص معلقه ريحه الكحك، وذره ملح، ومعلقتين كبار لبن بودره. هو كيس جايباه ب10 جنيه وبس، يتحط على كده. ماشي، على نص كيلو كل ده. وحطيت البوله اللي قدامكم دي اللي مليانه بتاعت الشوربه، حطيت فيها قطع من الزبده. ماشي، مليتها للاخر زي ما انتوا شفتوه، ونزلته. بص نزلته ازاي. بصوا كله اتعجن معايا. بصوا، وهجرب لكم دلوقتي لما نيجي نعمل الكحكايه ان مش هتشقق مننا ولا اي حاجه. هتشوفوا دلوقتي. بصوا شقتش ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم في منتهى الروعه، وطعم وناعم جدا، انعم من بتاع المحلات كمان. ومش محتاج ولا خميره ولا مواد سايله خالص. كله على على البارد، وعلى مواد سايله، مش مواد مش عارفه بيسموها ايه بقى. بس هنا كنت بقى بشكله برضو بتشكيله سهل، مش محتاج محتاج منقاش ولا اي حاجه. بصوا بعد كده هعمله انا ما عنديش كباس اللي هي الفورمه دي. انا جبت شوكه، وبصوا هعملها ازاي. بصوا والله في منتهى الروعه روعه. يعني عايزه اقول لك ما خدش مني ثواني. وبرضك هجرب معاكم الكيلو، برضك طلع معايا روعه. بصوا يعني ما خدش مني ثواني. كل ده كنت والله واقفه على الفرن، على البوتاجاز وانا بعمله، يعني ولا قعدت ولا اي حاجه. بصوا طلع من الفرن، حطيته على 180 درجه. ماشي، اهو طلع اللون ده ومنتهى الروعه، وناعم نعومه مش عايزه اقول لكم والله بجد ناعم جميل جدا جدا. بصوا بالله عليك مش متحمل. بصوا تحفه تحفه تحفه، بمعنى تحفه بجد. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ونعاد عليكم الايام بخير.
والله فتح نفسي، عايزه اقوم اكل دلوقتي واحده. الف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. جربوه والله بجد. انا جربت النص كيلو الاول، وبعد كده عملت ايه كيلو، وبرده كان نزل لكم معايير الكيلو. ربنا يحسن ما بينكم. وعايزه اقول لكم والله والله ما بياخد منكم ثواني على الفرن، على البوتاجاز، ثواني ما بياخدش ثواني. ربنا يحسن ما بين ايديكم. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، وشكرا جدا على تعليقاتكم ليا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب العالمين، يبارك فيكم، وكل سنه وانتم طيبين، ويعاد عليكم الايام بخير، وتقبل منكم رمضان يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.